شكرا جزيلا استاذ سامي، واهلا بحضرتك استاذه ابتسام، واهلا بكل الحضور. روايه زي ما اتكلمنا عنها، عنوانها انا وعمتي في اريزونا. يمكن هي في الاول كانت مستغربه قوي لما كان في عندهم بيت كبير في العراق انتقلوا ليه، وكان اللي بيقوم برعايه الحديقه دي هو اسمه الحاج نعمه. هذا الرجل كان يعطي اهتماما اكثر للنخله، فكان يهتم بها. فسالته لماذا؟ قال هذه عمتنا، كل الاديان تحدثت عنها، كل الاديان قدستها كنوع من الاشجار وله كل الفوائد، يعني حتى ما يتم قطعه منها يستعمل في خدمة البشر، في خدمة البشر بأي شكل بقى. كانوا لما يجي يعملوا اللي يخبزوا يعملوا بيه في الفرن، في النار، هو اللي يعمل حطب، يعتبر ما يعادل ده كراسي. التمر نفسه بيتعمل ازاي، بيتقدم ازاي، بيعيشوا عليه. كان هو طبعا هو تم تعريفها بيه. كانت بتسال مين ليه الشجره دي فيه اهتمام اكبر بيها. هو النوع اللي هو البرحي، هو يمكن برضه انتشر عندنا من فتره برضه في مصر، ما كانش من الانواع المنتشره عندنا. هذا النوع من التمور وهذه النخلات. في البدايه يمكن انا ممكن كنت اقول للاستاذه ابتسام، طبعا احنا بنتكلم في روايه جت في 12 فصل، تحدثت في عناوين مختلفه. بدات بالحاج نعمه. الحاج نعمه ده اسم الراجل اللي بيعتني باشجار الحديقه، وابتدت هي تقرب منه لانها شايفه. وبعدين كانت مامتها قلقه عليها، خدي بالك ليكون في تعدين في المكان. كل ده احنا بتسرد لنا الحياه كان شكلها ازاي في بيتهم الواسع الجديد اللي عاشوا فيه. لكن ممكن لو جيت حضرتك كنا ممكن نبدا الروايه ونعملها فلاش باك، ان حضرتك مقيمه اوريدي في امريكا، وحضرتك اتفاجئتي بهديه ابن حضرتك وهو قادم من الولايه دي، كان في رحله مع اصدقائه، وقدم لك هذا النوع من التمر ومكتوب عليه نخله امل، او شجره او تمر نخله امل، او تمور الامل. هنا وكاننا بعمل يعني عارفه، كان حد في اغماءه مع الغربه، مع الابتعاد عن الاهل، مع الابتعاد عن ارض الوطن، لكن هناك شيء اخر، حاجه عادت لي الذاكره من جديد. فهنا يبقى زي ما بقول لحضرتك يبقى فلاش باك، وابتدي اقول ايه هي النخله، وابتدي اقول ايه اللي حصل فيها، وانا عرفت عنها ايه، وحياتي بيها كانت ازاي. فكان هنا ده مهم. اما ان احنا بنتكلم وبنسرد في الاول، فده تعريف منطقي لمقدمات تؤدي الى معلومات عن بطله الروايه وحياتها المختلفه مع اسرتها في وجود أبيها أو بعد ما تم إبعاده بشكل ما هو وأخوها. هنا بتتعامل معاملة مختلفة بعد الرفاهية اللي كانت عايشاها، وبعد السعادة والإحساس بالأمان في وجود الأب وفي وجود الأسرة. غياب الأب عمل لها نوع من الإحباط، وابتدى ملهاش رأي، فتركت كل الدنيا. كانت حاسه بالغربه هي داخل اسرتها، فكل اللي عملته انها ابتدت تجتهد في دراستها وتفكر في انها ممكن تخرج بره هذه الاسره وبره هذا البلد او وطنها، لتدرس في اماكن اخرى او في بلد اخر وتحقق ما تريده. هنا النقله، المقدمات كانت تؤدي الى نتيجه السفر، الاغتراب. والاغتراب له عدة أوجه، هناك منه الفائدة، هناك من يغترب ليتعلم، وهناك من يغترب ليجمع مالا، وكل منا له هدف من الغربة والاغتراب. فهي خلتها في مجال عمل أو علم في الأول كدراسة،
وبعد كده اشتغلت في هذا المجال وتركت وطنها وتركت أسرتها وتركت كل حاجة وعاشت في الوطن الآخر أو البلد الآخر اللي هي اختارته كمقام ليها في الغربة، وتخصصت في مرض العيون. الخلاف ما بينها وبين زوجها كان واضح، الحوارات كانت واضحة، الشغل فيه اللي احنا بنقوله كان بنتكلم في حياة بشكل ما، كان بيتكلم في علاقات داخل الوطن وخارج الوطن، وبالتالي بعد كده هنبتدي نشوف هنعمل منه ايه. لما ابنها بيسافر فبتحس طبعا اذا الولد كبر العلاقات بتختلف ما بين البنت الشرقية، البنت بالتربية العربية. دكتور، فبتبتدي تتكلم بثقافتها، لكن الجميل ان ابنها اتربى على الثقافة والقيم والعادات والتقاليد العربية، فكانت نجحت هي في تربية ابنها بهذه الطريقة، وكان ابنها هو وسيلتها أو هو الجايد المرشد ليها إلى تمور أمل وإلى حياتها، إنها ترجع تاني نوستالجيا، تستعيد حياتها من جديد وتبحث عن أماكن وجود هذه النخلة التي تحمل التمور، التي تحمل اسمها هي نفسها. وكأن احنا كنا في غيبوبة ما، في انفصال عن واقعنا، لكن احنا تم إعادتنا بشكل ما إلى هذا الواقع وهذا العالم الذي ربما غضبنا من بعض مفرداته، لكننا الآن في حالة حنين له، فلنبحث عن هذا المكان. والمفاجأة الكبرى عندما عادت وجدت صديقة لابنها وهي عراقية أصلا، لم تذكر هذه الجنسية ولكن ذكرت حسام عندما رأته وهو يعاني من الإصابة بالعين التي منعته الرؤية، جعلته لا يرى لا يبصر. فهنا هي ده تخصصها، وهي ده اللي تقدر تساعده من خلاله، وهي ده اللي تقدر تعمل فيه، لكنه رافض. هو رافض مش بحاجة، هو بيقول لها خلاص ما شوية وهيمشي، شوية وهنرجع تاني زي ما كنا، شوية والدنيا هتبقى بالشكل اللي احنا عايزينه. لكن طبعا هي بتنهي روايتها بانها بتحاول ده. فالحنين للوطن، الحنين للعادات والتقاليد، الحنين لثقافة المجتمع، حتى كل مفردات المجتمع الذي تعيش فيه، الاحتفالات بالأعياد المختلفة وغيرها. فهنا كانت نجاح الأستاذة ابتسام في عملية السرد، في عملية الحكي، في تعريفنا بهذا المجتمع وبمفرداته التي توقفنا عندها بعض الشيء لكننا كنا نقرأها. الصوت توقف ليه؟ الصوت حضرتك شوف الصوت عندك مفتوح؟ حضرتك عملت حاجة كده قفلت خلاص كده الصوت جالك كده؟ صوت سامعانا؟ المايك فوق كده. لا كده سامعانا؟ الو؟ لسه على الفون. معلش ما تفتحش ليه؟ اصبر اديله فرصة اديله فرصة. كده سامعانا؟ كان هو ده اللي انت بتسمعه. ما تشوفش الكليب دي اللي فده اللي احنا شفناه وده اللي احنا عرفناه، وتعرفنا على ثقافة الدولة، كيفية الاحتفالات عندها بالأعياد وبالتعاملات الشخصية، وحتى الوضع السياسي في ظل هذه المجتمعات وتعرضها لبعض المشكلات لبعض أوطانهم أو بعض مواطنيهم كمان. فكان قد ايه ليه تأثير او رياكشن زي ما بنقوله على حياة هذه الأسر. الرواية بمجملها زي ما قلنا هي نموذج بتحكيه بطلة هذه الرواية بالشكل البسيط السهل
الذي نود أن نعرفه، لأن الأدب له العديد من الأدوار، ومن أهمها التعريف بالثقافات الأخرى، تقديم المعلومات، تقديم التعريف ببعض العادات والتقاليد في داخل هذه المجتمعات من خلال حكاية، من خلال بطلة في مجتمع ما، وحياة بمراحل عمرية مختلفة. ده اللي أنا شفته دلوقتي يا أستاذ سامي، ونرجع تاني ونسأل تاني. وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. المايك مش شغال باين يا استاذ. طبعا بعد الرؤية حول السؤال اللي كنت قدمته للدكتورة منى، عشان هنطرح